ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ورب دايما تساعدوا غير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالصلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي كمان صلى عليه الصلاة والسلام. وحد لا إله إلا الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله. جددوا النية ودل على الخير كفاعله، ما تنسوش فيدوا زمايلكم، وانتوا الحمد لله فعلا ربنا يكرمكم. الناس بدأت ايه واحدة واحدة يعرفوا الطريق، واللي لسه ما دخلش على الجروب بتاعنا عشان يعلم يعني ايه اللي هتشوفوه في سنة تالتة. انا عارف ان انتوا هتقسموا زي ما قلنا، بس في حاجات الى حد ما ان شاء الله في نية ان الواحد يعرف يساعدكم فيها يا رب. دعواتكم اولا ثم ظنكم ثانيا يعني تمام. عشان بس لما الواحد بيحس ان في ناس عايزة الحاجة نفسها بيبدأ يعملها. ربنا يبارك لكم يعني. طيب بسم الله. دلوقتي احنا هنكمل الفيديو اللي فات ان شاء الله، تمام؟ لو انت اللي فات ما فتحتوش افتحه عشان انا كلامي واضح، عشان انا هبدأ اكمل على اللي فات ان انت فاهم معايا انا كنت بعمل ايه. عشان في منكم ناس بتقول لي المشكلة ما بعرفش هو انهي واحد عايز ايه. انا وانا بتكلم معاك قلت لك انا شخصيا بفكر ازاي صراحة، يعني ما بحفظش قوانين، انا بجيبها بالسنس لنفسي ازاي. فبقول لك نفس الفكرة، لو انت عملت كده هتبقى بتعرف تحل المسائل عادي. القوانين هتبقى فايدتها تشوز بس من وجهة نظري الشخصية والله أعلم. فأنا هكمل معاك بنفس وجهة النظر وهتشوف قصدي دلوقتي. هنبدأ نكمل على اللي أنا كنت بقوله لك وإحنا بنعمل القوانين، لأن دلوقتي إحنا هنخش في النت أنيوال بريميوم. التاني كان اسمه إيه؟ NSB اللي هو نت سنجل بريميوم. كانت إيه الفكرة؟ إن أنا بدفع مرة واحدة في أول وخلص الحوار على كده، أيا كان بقى إيه ال 200,000 حالة بتوعنا، تمام؟ أمال إيه المرة دي؟ لا، أنا المرة دي هفضل أدفع وأدفع 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 لحد وقت معين، بقى هنشوف بقى الموضوع يمشي ازاي. المهم ان انا مش هدفع مره واحده بس، هو ده الفرق الرئيسي. طب والحالات بتاعته؟ تعالى بقى نفس اللي احنا كنا بنعمله حتى لو مش هو، بس انت بتتكلم ان عندنا نفس الحاجات. عندك اللايف انشورنس، ديس انشورنس، انداومنت. زي ما قلنا اللايف انك تاخد الحاجه وانت عايش، ميت تروح للورثه، الاتنين مع بعض الانداومنت. وكان اللايف عندك بتتقسم بيور انداومنت، وكان عندك لايف انيويتي، واللايف انيويتي كانت بتتقسم حبه حلوين، والبيور انداومنت كانت حاجه لوحدها. هنعمل كل الحاجات دي كلها بس بطريقه مختلفه، سنه صغيره او سنتين يعني، تمام؟ لان انت اول ما تشوف المنظر ده يا لهوي ايه الكلام ده، لا احنا مالناش دعوه فيه، احنا بنعمل ايه على طول؟ احنا بنروح للسؤال. وهتفهم بقى من هنا قصدي ازاي ان انت بتشوف الموضوع ده. بسم الله، تعالى معايا وكاننا مش عارفين ايه الفرق بين ده واللي فات، ونطلع مع بعض الجيفن. بيقول لك 100,000 20 سنة بيور انداومنت. جالي دغري الراجل، مع ان لو قال لي هتاخدهم مرة واحدة كنت انا هفهم، بس هو جالي دغري. حلو. واحد عنده 30 سنة، ايه هات لي فايند ايه الاوردينري نت انيوال بريميوم. ايه الاوردينري دي بتاعت الدي وبتاع؟ لا لا لا، دي حاجة تانية. طيب خلينا متفقين الاول ان هي ايه نت انيوال بريميوم، يعني الموضوع مختلف. يعني انا مش هروح اكتب ار، لا هتكتب ار عادي. طيب وكان في عندي بيبقى في حاجتين فوق بعض. لما كانت بيور انداومنت كانت الحالة الوحيدة اللي انا بكتب فوق ايه دي، صح؟ وكنت بكتب دي ايه؟ دي اللي هو عنده 30 سنة، كنت بزود عليها الوقت بتاعنا اللي هو هياخد الفلوس امتى. كنت انا فوق بكتب الفلوس هياخدها امتى. فهو بيقول لك 20 سنة بعد ال 30 سنة يعني هياخدها عند سن ال 50. صح كده ولا لا؟ اللي مش فاكر يرجع للفيديو اللي قبله. احنا بنفتكر نفس الحالات باذن الله. هنزود بس حاجة صغيرة دلوقتي حالا. ايه هي بقى؟ تحت. في ايه تحت؟ كنا احنا دايما مثبتينها دي، او كانت لذيذة في كده، عشان تحت دي اللي انا الوقت اللي كنت بدفع فيه. فانا كنت بدفع امتى؟ وانا عندي 30 سنة، فكنت بكتبها دي 30 وخلاص. ثانية، انت قلت حاجة. انت قلت لنا ان انا مش هدفع مرة واحدة، ده انا هدفع وانا عندي 30 31 32. بس انت ما قلتلناش لحد امتى. لحد امتى؟ اول حاجة الاوردينري الطبيعي ده انك هتدفع طول فترة العقد بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت هتدفع من وانت عندك 30 سنة لحد ال 20 سنة دول ما يخلصوا، هتفضل تدفع كل سنة. فكده انت هتعمل دي 30 ودي 31 ودي 32. واحنا على طول كنا بنقول في الحالة دي بنعمل ايه؟ ان. وحضرتك محدد لي فترتين، صح؟ من اول 30 لحد 50. يبقى كنا بنعمل ايه في الموقف ده؟ ماينس. اوبا، اهي لخبطه بقى، اهي لخبطه. لا، انت عشان تريح دماغك اصلا، طالما انت انوال بريميوم في الاغلب ان شاء الله كده خلاص على طول، طالما انوال بريميوم اللي تحت ان، فاهم؟ التانية كانت اللي تحت دي على طول. اول ما بتلاقي ان هي ان اس بي
كنت انت على طول بتكتب اللي تحت دي، صح؟ انت برضو نفس الفكره، مش هقعد بقى كل شويه اقول لك نفس الموضوع، بس انا بفهمه لك ليك انت عشان تبقى انت فاهم. لكن دلوقتي اول ما تلاقي انيوال خلاص هي تحت ان، انتهى الحوار. ان شكرا. وان ما بين فترتين، يعني ما بين وانا عندي 30 سنه لحد وانا عندي 50 سنه، ما بين حاجتين كنا دايما بنعملها ماينس بس. فبعدها بقى تروح تجيب كل واحده من الجدول وتعوض وتطلع معانا الاجابه دي. دي بتتكتب ازاي بقى؟ ان اي بي، واللي هي ايه اكنها بشرط او، يعني اكنها ايه اوردينري بس، فعشان كده كتبناها او اللي احنا كنا بنحل اول طلب. ماشي، هعتبر ان انا فاهمك، بس انا لسه محتاج شويه. قشطه، احنا معانا مسائل للصبح، يلا بينا. بس عشان كده اكدت لكم ان انت تبقى فاهم الدرس اللي فات، عشان احنا هنقعد بقى نعيد ونزيد بنفس الطريقه. طيب، قال لك 15 payment net annual. net annual اوكي، يعني انت عايز ان اي بي. بس لما بقى، هو ده بقى الاختلاف الزياده، السنه الثانيه بقى، قلت لك سنتين، السنه الاولانيه عرفناها، السنه الثانيه اهي. حدد لي بقى، ماليش اوردينري، قال لي 15. يعني ايه الكلام ده؟ خليها ليميتد كده متحدده وانا فاهمك. المهم، يعني انت هتروح تكتب ار، قشطه. هتروح تكتب ان وماينس ان، تمام. هتكتب فوق دي عشان احنا انداومنت عادي، ودي 50 ما فيهاش مشكله، نفس الحوار. طب الان بقى ماينس، شكلك ما دام وقفت يبقى هنا الفكره. ما هو يعني ايه 15؟ يعني هتدفعها 15 مره، هتدفع فلوس دي اللي انت هتدفعها لي 15 مره. هنا الاوردينري قال لك طول فتره العقد، يعني احنا العقد كان 20، فانا دفعتها ايه من وانا عندي 30 سنه لحد وانا عندي 50 سنه. هنا المره دي بيقول لي هتدفع لي 15 مره عامه بقى، يعني وانت عندك 30 سنه تزود 15 تبقى لحد وانت عندك كام؟ 45 سنه. هتقعد تدفع لي كل سنه كل سنه كل سنه. بس نعوض ونطلع الاجابه. طيب معلش تاني بالراحه كده، احنا كده كده مع بعض، ما تشغلش نفسك، احنا هنفضل نكرر الموضوع للصبح. وزي ما قلنا الاختلافات بسيطه باذن الله. انت بس عشان انت دخلت فيا بسرعه كده على طول، يعني انا عندي حاجتين صح؟ عندك حاجتين، واحده اسمها اوردينري والتانيه اسمها ليميتد. ايه الاوردينري؟ اوردينري يعني هدفع طول فتره العقد. ايه الليميتد؟ يعني زي ما دخل قال لك 15 مره، 30 مره، 20 مره، هو يحدد، فمتحدده اسمها ليميتد، متحدده. كقانون كان ايه الفرق؟ ان انت كنت هنا تحت بتكتب من اول وانت عندك 30 سنه لحد اخر العقد، اللي هو ايه، انت زودت ال 20 سنه فبقت ايه 30 و50. امال هو لما دخل قال لك 15، اخدت ال 30 وزودت عليها ايه ال 15 اللي هي الواي بس. هو ده الفرق في اسم القوانين، ان الان دي مده العقد كلها مثلا، الواي دي اللي هي المده اللي هو بيشترطها من عنده. مش فاهم قوي، مش مشكله، احنا هنقعد نكرر. بس في حاجه مهمه انت لو ما لاحظتهاش تلاحظها، ايه بقى؟ الاجابه هنا لما طلعت 4518، والاجابه هنا لما طلعت 3618. هنا الليميت طلعت اكبر، هل دي صدفه؟ لا، لازم اللي هي الليميتد تبقى اكبر من اوردينري، لازم. لو عايزه بالسنس بالعقل، اصل انت بتدفع لي كل سنه، انت كده كده هتدفع لي نفس الفلوس ماشي مثلا يعني. فانت دلوقتي بتدفع لي لمده 20 سنه فلوس معينه، بتقسط لي حاجه ل 20 سنه. فزي ما تقسطها لي على 15 مثلا، يعني خدها بالمنطق ده، لا اكيد وانت 15 وانت 10 وانت 5 هدفعك فلوس اكتر. فاهم الفكره؟ هي نفس الفكره، بس عشان انت كل ما المده عماله معاك بتصغر، ساعتها انت ايه، فلوسك عماله بتزيد، الاقساط اللي انت بتدفعها دي اعتبرها كده. تاني عشان انا مش فاهم، اوكي. بيقولك دلوقتي شخص عنده 25 سنه، يا رب تكونوا سامعيني يعني ايه، والخلفيه ما تكونش مزولاكوا بقى، معلش لضيق الوقت ما فيش وقت ان انا استنى الاصوات اللي بره دي تروح، بس ان شاء الله صوتي هيكون مغطي عليها يعني لو ما حدش مركز. المهم، حاسس اني بعد ما قلت هتركزوا انسوا اللي انا قلت، انا اسف. المهم، بيقول لك شخص عنده 25 سنه بيتمنى ان هو يشتري هول لايف. هول لايف، اوبا، احنا نسينا بقى حوار الانداومنت ودخلنا في اللايف انيويتي لو انت فاكرهم. هول لايف واللي هي التمبراري والديفرد ومش عارف ايه وبتاع. بس هو انت في حاجه مهمه لو ما لاحظتهاش هتلاحظها، ان احنا كل اللي احنا بنعمله ده ديفرد اساسا. هنشوف دلوقتي، هنتاكد من المعلومه دي، تعال نشوف، يلا بينا. بيقول لك عنده 25 سنه، عايز يعمل هول لايف. حلو، هول لايف، انا فاكر كلامك، انت كنت بتروح تخش تقول لي، بس ثانيه احنا هنتكلم اوردينري يبقى هزود او هنا ماشي. كنت انت بتقول لي بنكتب ار. لما كانت سنجل كنا بنكتب دي، اما كانت انيوال قلنا هنكتب ان، صح كده؟ ماشي. كانت في الاغلب ان ماينس ان، هي حاله واحده ان شاء الله اللي هتقابلنا في الاغلب هتبقى تحت، مش ان ماينس ان، لسه ما وصلنا لهاش.
طيب في العادي انسى اللي احنا قلناه جديد دلوقتي، معلش عشان ما تتلخبطش. في العادي لما احنا كنا بنلاقي هول كنا احنا بنعمل ايه؟ خلاص احنا كنا بنبقى نسينا الدي ده كان في الانداون بس، كان الباقي بيبقى هنا بكتب ان. ولما كانت هول لايف عشان مش متحدده كنت بكتب ان واحده، صح؟ لما كانت تمبراري متحدده ما بين مدتين كنت بكتب ان ماينس ان، يبقى نفس الكلام انا كنت بكتب ان قشطه. ماشي، ان كام بقى عشان مش عارف؟ هو عنده 25 سنه صح؟ اه قشطه. ها ايوه، بس هو قال لك هياخد الفلوس دي امتى بقى؟ قال لك at the beginning ديو. فاكر انت الكلام ده بقى؟ اوردينري وديو بقى، ومش اوردينري دي بقى، اوردينري التانية فاكرها؟ اخر الوقت واول الوقت والجو ده. وفي الحالتين طالما قال لي starting from the age 65، لا بس هو قال لي دغري اساسا، قال لك beginning. المهم ان هو قال لك منين بقى؟ يبقى ال 65 هي دي الفلوس اللي انا هقبض فيها الفلوس على طول. هو ده الوقت قصدي اللي انا هقبض فيه الفلوس 65. شكرا. اوكي ماشي. بس انا هنا لما جيت طلبت منك اوردينري نت انيوال، حلو، ده معناه ايه؟ انك هتفضل تدفع لي فلوس. حلو، تفضل تدفع لي فلوس من اول ما انت عندك 25 سنة لحد نهاية العقد بتاعك 65 سنة، لحد ما تيجي تاخد الفلوس بتاعتك، لان هو ده الاوردينري. فهمت الفكرة؟ ما فهمتش قوي، مش مشكلة، هنقعد نكرر ونكرر ونكرر، فهتعوض وتطلع دي الإجابة على طول. ولكل شخص بيحب القوانين، فده القانون. الام دايما زي ما احنا متعودين اللي هي ايه؟ التأجيلة نفسها. زي ما انت مش تاخد فلوسك 25، انت هتاخدها 65، فهي اتأجلت قد ايه بالنسبة لك؟ اتأجلت 40 سنة يعني، فبقت الاكس اللي هي مثلا 25 زائد 40. ده عشان حد بس ايه بيزاولوا الام والحوارات دي، تمام؟ والفرق بينها وبين اللي بعدها اللي هو لما يجي يقول لك 30 payment، يحدد بقى، ما يقولكش ordinary net annual premium، لا يقول لك 30 payment net annual premium برضو. ده الفرق بيبقى ساعتها ايه؟ انك بدل الام او الان ايا كان ساعتها بتسميها ايه؟ واي بس كده. ده ساعتها بيبقى الان اي بي limited. مش فاهم؟ مش مشكلتنا، تعال نشوف. يعني ايه؟ يعني انا كنت باجي بقول العرض عندي اللي هو ب 3000 في، قلنا طالما هول كنت بكتب الان اللي هو عندي 25، وبعد بيقول لك يعني ايه عندي 65 سنة. نفس السؤال يعني عشان ما تبقاش متزاول بس. وهنا هو قال لك من اول ما انت عندك 25 سنة لحد امتى بقى؟ قال لك 30 مرة بس، مش لحد بقى الاخر، 30 مرة بس اللي هتقعد تدفع فيهم. فهتبقى تزود تبقى كام؟ تبقى 55. يبقى فرق معلش عشان ما تتزاولش، انا فاهم ان الموضوع ممكن يزاولك شويه، ما تزاولش نفسك، انت كده كده بتحل فوق بنفس الطريقه بتاعت ان اس بي وان اي بي. فاهم الفكره ولا لا؟ انا ده بالنسبه لي الطريقه اللي تسهل عليك. حل وكانك يعني ان اي بي ان اس بي، حل فوق زي ما انت متعود بنفس الطرق، بتفكر بنفس العقليه، بس تحت انت فكرتك بس ان اس بي برزع دي، ان اي بي بروح جاي بقى رازع حركه الانات، وبشوف ساعتها هو ايه اللي من الاول للاخر ولا ايه اللي من الاول لحد مده معينه. وبكده لما اعوض والاقي ان الاجابه هنا اكبر من هنا يبقى كلام منطقي، لان الليميتد اكبر من اوردينري. مش يعني ها؟ مش فاهم؟ تاني من بعض فين؟ ده احنا هناخد كل الحالات ان شاء الله اللي عملناها قبل كده، يلا بينا. بيقول لك شخص عنده 35 سنه عايز يشتري اوردينري هول لايف. بص، فرق ما بين اوردينري وديو بتاعت الهول لايف والكلام ده والتمبراري والجو ده، وما بين اوردينري نت انيوال. لازقه فيها دي اوردينري نت انيوال، دي الطريقه. فاهم؟ اللي هو انت هتحل من الاول للاخر ولا هتحل ليميتد، دي حاجه. لكن اوردينري وديو اللي هم بتوع الفاينانشال ماس دي اللي هي في الاول ولا في الاخر، اللي هي كنا بنزود 1 لو انت فاكر، وفي نفس الوقت ما كناش بنزود بوند برضه لو انت فاكر. لو فاكر المسائل يعني. تعال نشوف. هو دلوقتي قال لي هات لي الاوردينري يعني ان اي بي او، كنت كده كده عارف ان هي ار، وعارف ان طالما ان اي بي يبقى ان ماينس ان في جميع الاحوال ما عدا حاله واحده انت لسه ما قلتلناش عليها. حلو، تمام. وانت برضو كنت قايل لي ان دايما بكتب فوق ان ما عدا في حاله واحده، ان او ام يعني، ما عدا حاله واحده كنا بنكتب دي اللي هي الانداومنت، واحنا عارفين ان ده مش انداومنت، ده هول لايف، خلاص انتهى الحوار. وطالما الكلام وانا عايش يبقى زي ما احنا ماشي. طيب هو انت قلت لي اوردينري بزود واحده، بس انا فاكر في حاجه كانت دايما بتزاولني ان هو بيحدد لي ساعات. يعني بص قال لك الفيرست بيمنت از ديو ات 65. هو قال خلاص، فاكر الحوار ده قلناه كذا مره. طالما قال لي انسى بقى كلمه اوردينري اللي انا محاوط نفسي بيها. هو انا اول ما اشوف اوردينري اخلي بالي عشان هزود واحده، بس هو راح جاي تحت نفى الكلام قال لك لا هو في اول 65، خلاص يبقى انا بكتب 65 من غير ما افكر. ما تزاولش نفسك.
حلو كده. قال لك اكتب، ما قالكش يبقى انت عارف اوردينري بزود واحده، فاهم؟ طب وتحت انت كان عندك كام سنه؟ 35 سنه. هتقعد تدفع الحمد امتى؟ قلت لي اوردينري يعني لحد اخر العقد، اللي هو بيقول امتى. هنا بقى الحته اللي تلخبط، ودي في حقك انك تتلخبط عادي. وعشان نقلل اللخبطه شويه هنقول لنفسنا حاجه، يعني دي الحاله اللي احنا بس هنستخدم فيها القانون عشان نفهم بيها الموضوع سنه. احنا عارفين ان هنا اكس بلس ام اللي هو التأجيل، وعارفين ان الاوردينري بتبقى بلس 1، صح؟ ده اللي احنا عارفينه. لو انت مش مجمع بالراحه، احنا عارفين ان انت عمرك 35 بتزود عليه التأجيله، في الاوردينري بتزود واحد. حلو كده. فهو جه قال لك على طول ان الكلام ده كله بكام؟ قال لك عند 65. خلاص، اول ال 65 يبقى انا فهمت ان ده ايه؟ ب 65. وانا عارف ان الاكس في الحاله دي اللي هو انا كان عمري 35، والام مثلا نفترض انك كده مش عارفها، هتبقى دول اكنهم 36، توديهم بالماينس يبقى الام بتساوي 19. او يعني عشان ما تزودش نفسك، هي الام عامه بتساوي اللي هي 65 ماينس الاكس ماينس 1، يعني 65 ماينس 35 ماينس 1، هتطلعها هتلاقي ان هي 19. سوري معلش 29. الحسابيات بالليل دي بتبقى عندي في الدمار. هتطلع معانا ايه؟ 29. طب وايه اللخبطه والرموز الكتير اللي طلعت مره واحده دي وبتاع؟ هو انا بس بجيبها لك بالطريقه دي، وبعد كده ممكن نحفظها حته صغيره، ماشي؟ ان هنا الام بكام؟ ب 29. المعلومه دي انا كل ده بقولها لغرض معين، خلاص افتكر ام ب 29. حلو كده. طيب انت تحت كنت بتكتب ايه؟ ان اكس ناقص ان اكس بلس ام، صح كده؟ تمام. تعال نكتب بقى اللي انت قلته ده. انت قلت فوق ان 65، تحت قلت انت عندك 35 سنه ناقص اكس اللي هو 35 زائد ال 29، تطلع معاك الاجابه 64. ان فهي اللخبطه دي هتلخبطك بس في الاوردينري بتاعه اللي هو اللايف دي. حلو كده. يبقى عامه هي اللخبطه دي بس هناخد بالنا منها في الاوردينري بس، عشان ما تقعدش مزاول نفسك كتير وتقول ايوه بس مش جايه مش عارف ايه. عشان تريح دماغك، بالنسبه لي احنا مركزين في اللي فوق دايما، صح؟ يعني عارفين ان هي احنا لقطنا 65 عشان هو قالها، ولو ما كانش قالها كنا احنا خلناها 66، صح؟ حلو. خد بقى الهنت ده مني ليك. انت كده كده عارف ان بص ان الاوردينري هي ازيد واحده، صح؟ يبقى هي ايه؟ هي ازيد واحده. يعني ايه ازيد واحده؟ يعني انت كتبت فوق 65 ما تحسبش بقى، اكتب هنا 64 بس. بالراحه، انسى اللي انا قلته ده اريح لك، يعني فاهم؟ اوردينري شوف انت مقتنع بايه فوق، تحت اكتب اقل منها بواحده بس كده، وانتهى الحوار على كده. مش فاهم اللي فات مش مهم، المهم ان احنا خلاص لقينا لك ايه الطريقه الاسهل كده. نعوض ونطلع دي الاجابه تاني. قال لك الليميتد يبقى انا هروح اكتب ان اي بي ليميتد تساوي الار في، انا عارف ان وان ماينس ان، وهو فوق في الاوردينري قال لي ايه؟ قال لي كده كده 65 فمش هفكر. طب وفي الليميتد هو قال لي اخرك كام؟ قاليش 20 بيمنت 15 بيمنت، قال لي ايه في الاخر اهي؟ واي بكام؟ ب 20. يعني انت عندك 35 سنه كنت بتزود على الاكس واي، هو ده قصده يعني، فاهم؟ ان انت هنا هتزود الواي هتبقى ايه؟ 55. دي كده كده ما فيهاش بقى اقل بواحده واكتر بواحده، دي كده كده ايه؟ ملهاش علاقه، دي الليميتد بتاعنا كده كده بس. يبقى تشوف قال لك 15 بيمنت 30 بيمنت، قال لك الواي بكذا، يبقى هي ايه؟ نفس الفكره عامه، لان احنا قانون كان اكس بلس واي بس، فاهم؟ بس وهتعوض وتطلع الاجابه، وكده كده منطقي ان هي طلعت ايه؟ اكبر من اللي قبلها. متوه تاني؟ احنا وراك حاجه؟ احنا قاعدين مع بعض. بسم الله. قال لك نت انيوال بريميوم، حلو، يعني ان اي بي، تمام. 8 يير تمبوراري، حلو، يبقى ما بين مدتين، افتكر الكلام ده. ولايف انيويتي يعني وانا عايش لسه اهو. يبقى كده انا هاخد دي بقى هنا فرق، دي معناها ايه؟ لو احنا نفتكر عشان عارف ان انت ممكن تخش في اللخبطه، انا هفضل اخد 1000 1000 1000 1000 at the beginning of each year for a person 25 if the payment is due at age 45. ماشي، واحده واحده. وزي ما قلنا اللي يبقى مش تمام في الفيديو اللي قبله ياكد، انا عمال اكد عليك واكده كويس عشان تعرف ما تتلخبطش. حلو. هنا اوردينري هو ما حددليش ولا ليميتد ولا قال لي المده معينه ولا اي حاجه، هو قال لي نت انوال بريميوم وسابني كده في حالي. قشطه. طيب احنا كده كده عارفين ان هي ار،
وعارفين طالما نت انيوال يبقى انا اللي تحت ان ناقص ان، زي ما قلنا هي حاله واحده بس اللي فيها مش ان ناقص ان، وانا ما جبت سيرتها لسه. حلو كده، لما اقولها بقى تبقى تخلي بالك على الحاله دي بس. طيب سيب اللي تحت دلوقتي. في العادي احنا كنا بنعمل ايه فوق؟ هتقولي دي تمبراري، كنا احنا بنقول طالما حاجه متحدده كنا بنعملها ان ناقص ان، طالما انا عايش. لو ميت ام ماينس ام، فاكر الكلام ده؟ كده كده هنفتكره واحده واحده كده بقى عشان ما نتلخبطش. هو في الاول حضرتك عندك كام سنه؟ 25 سنه. اوكي، هتقعد تدفع لي ده لحد اخر العقد اللي هو امتى؟ معلش انت بتقول لي ايه؟ اول بيمنت هاخده في 45. اوكي شكرا. يبقى انا هقعد ادفع من وانا عندي 25 لحد 45. اوكي ده حوار لوحده. تعالى لي في حوار تاني بقى، اديله في اللخبطه يا معلم. تمبراري انت قلت لي 8 سنين، هفضل اخد فلوسي 8 سنين. من اول امتى؟ قلت لي من اول 45 لحد امتى؟ هزود 8 على 45 35. دماغي، اللعبة كبرت منك يا ياسين. ايه اللي بيحصل ده؟ عشان كده بقول لك واحدة واحدة. احنا يعني سنة حفظ وسنة فهم. الحفظ بتاعي اني عارف تحت اني تحت مشكلة وفوق مشكلة، يعني فاهم؟ تحت مشكلتي انا كده كده عارف ان هي ان ماينس ان، فاهم؟ في اللذيذ من اول للاخر وخلاص. قال لي ليميتد يبقى من اول وازود الحتة اللي هو قالها وشكرا. فوق بتعامل عادي بقى بالقديم، بنسى اللي تحت، بنسى حوار يا لهوي انوال وسنجل، لا بنسى واتعامل بنفس العقلية بتاعتي. موضوع ممكن يبان معقد حقك، بس واحده واحده لما تتعامل زي ما قلت لك باذن الله بالعقليه اللي بقولها لك دي ان شاء الله هتحس الموضوع بسيط. ماشي تمام، تعال نعوض. فعوضت وطلعت الاجابه دي. تاني جه قال لك limited NAB y ب 10. طيب اوكي تاني هي نفس التفكير تاني عشان لو انت اتلخبطت. قلت لي limited قشطه، انا عارف ان هي n ماينس n عشان انوال، وتمبراري يعني n ماينس n برضه. اوكي ماشي تعال. ان هنا اللي هو من اول ما انت عندك 25 سنه هتقبض لحد امتى؟ المره دي ليميتد، يعني هو محدد لي، قال لي زود كام؟ زود 10 بس. نهينا مشكله اللي تحت وما فيهاش تفكير. يبقى اوردينري من الاول للاخر، ليميتد بزود العدد شكرا، انتهى حوار. تمبوراري نفس الكلام، قال لك انت هتقبض من اول 45 لمده 8 سنين بس. عوض وتطلع معاك الاجابه 466.43. الاجابه اكبر من الاجابه، يبقى احنا في السيف سايد. اللي بعده تاني بسرعة تاني. قال لك ايه؟ النت انوال بريميوم. حلو، ان اي بي. اوكي اوردينري 8 year temporary. يا لهوي يا ناقصة كمان اوردينري. بالراحة كله هيمشي ان شاء الله. تمام. اللايف اهي هتاخد الفلوس اهي. لايف يعني وانا عايش هفضل اخد 1000 كل سنة. لواحد عنده 25 سنة first payment is due at 45. حلو اهو، ريحك شويه. قال لك البدايه 45 يبقى احنا عارفين اللعبه بقى خلاص. عارفه ده انا حافظه صم طبعا. اديها يعني ايه؟ هقول لك بالراحه. احنا كده كده ده اوردينري قشطه، عشان ما حددليش بقى قال لي مده معينه والجو ده قشطه. فانا عارف ان كده كده ان اي بي يبقى ان ماينس ان. خلينا في اللي تحت في اللذيذ اسهل. اسهل ليه؟ لان انت عندك 25 سنه هتفضل تدفعها لحد اول مره تاخد الفلوس اللي هي ايه 45 سنه. حلو. لا مش حلو. خليك يا معلم معايا ثواني. ليه؟ قلنا اول ما تلاقي اوردينري خلي بالك. ماشي قشطه. يعني ايه خلي بالي؟ طب واحده واحده. تمبوراري يعني ايه؟ يعني ان ماينس ان، صح كده؟ حلو. ان ماينس ان وانا مقتنع بكلامك تمام. من اول ما ياخد الفلوس اللي هي 45 لحد ايه 8 سنين كمان يبقى 53 قشطه. ايوه اوردينري بقى كانت بتفرق معانا في ايه؟ قلنا في الانيوال بريميوم نخلي بالنا من الحوار ده من اوردينري في حاجه، ان انا المفروض اللي مكتوب هنا ده ايه؟ اكس بلس ام بلس 1. البدايه بتاعتي اول مره هاخد الفلوس دي اكس بلس ام بلس 1، مش اكس بلس ام بس. انا الام والحاجات دي بتزاولني خلاص. يبقى افتكر قلت لك بقى اول حاجه هتكتبها عندك دايما نقص من دي واحده بس. لو انت الام هتزاولك والجو ده اهي، خليك عارف هي هنا بتبدا بحاجه تحتها على طول ايه اقل منها بواحده. ما تزاولش نفسك لانك كده كده فوق عارفها، انت ما بتفكرش. وقال لك ابدا من 45 خلاص شكرا. فاهم؟ عوض وطلع الاجابه بس. فهمتني؟ يبقى بالراحه لو الحوار ده ملخبطك اوردينري روح اكتب اللي فوق الاول اللي هي اول حاجه دي اللي انت متاكد منها، وتحت اكتب اقل منها بواحده بس كده، عشان هي هنا ايه اكس بلس ام. من غير بقى ما نقعد نحسب ان الام هي دي ناقص دي ناقص دي والجو ده. ريلاكس
لو فيصت هات كوبايه النسكافيه وتعالى قشطه. نفس الكلام بقى زي ما قلنا، انت لازم تبقى مقفل القديم كويس عشان هنفضل نلعب بقى بنفس الفكره. خلصنا اللايف انشورنس نخش في الديس انشورنس. طب والديس انشورنس عندنا ايه في المنيو؟ عندنا الهول والترم اللي هي التمبراري برضو بالنسبه لنا كمعنى بالنسبه لنا يعني. اوكي تعالى نشوف بالراحه عليا، افصل وتعالى يا معلم، ما وراناش حاجه. حلو. بيقول لك ايه؟ شخص عنده 30 سنه اشترى هول لايف انشورنس تحت، مش تحت يعني، المهم ان ان الانشورنس اللي هو شركة التأمين نفسها هتدفع 20,000 عند الموت. لقيت موت يبقى الحوار اتقلب. احنا ايه في الديس انشورنس، موضوع بسيط اهو، مش هيجي يكتب لك العنوان هو. واحنا اول ما كنا بنشتغل بالموت، وانا عمال اقول موت ميت عشان تفتكر ان هي ايه، ام مش بالان في حاجة معينة. قشطة. يعني ايه؟ احنا كده كده عارفين ان هو عايز ان اي بي اوردينري، يعني ان اي بي او. اوكي. ار. بص عشان ما تقوليش انت لسه قايل حاجه وبتقول عكسها، فرق كلامي. ان اي بي احنا دايما قلنا ايه، عشان بس ما نقعدش نتخانق مع بعض، قلنا ايه؟ قلنا تحت ان ماينس ان، صح كده؟ اتفقنا على الحوار ده عامه بقى، موت ولا مش موت هي كده كده تحت ان ماينس، زي الدي. الدي كانت في كل وقت دي، ديس بقى مش ديس، كان كلها دي، هي نفس الفكره. قلنا ما عدا حاله واحده بس هتبقى مش ان ماينس ان، صح؟ حاله واحده انا ما قلتهاش اهي، جه وقت ان اقولها يا فندم. تنور. طب معلش انا ما بحبش الحفظ، ممكن تفهمني اشمعنى دي؟ اوكي عادي اوي، تنور. بالراحه كده، نهدى كده عادي بالراحه. هو ايه معنى الكلام ده اساسا؟ هو معنى ان واحد عنده 30 سنه، حلو، هيقعد يدفع لحد نهايه العقد، صح؟ فاكر الكلام بتاعنا ده ان احنا بنفضل ندفع لحد نهايه العقد. اوكي، هو نهايه العقد امتى بقى المره دي؟ بيقول لك لما تموت. فهمت ولا لسه؟ يعني انت هتفضل تدفع لحد ما تبقى مش قادر تدفع. فاهم؟ فعشان كده مفيش مدة محددة، فبعمل ان ناقص ان، مفيش وقت معين، فاهم؟ فعشان كده هي دي الحالة الوحيدة اللي ان بس، لان انت هتفضل تدفع بقى، فاهم؟ طب وفوق هتبقى ايه؟ هو ده اللي انا كنت بفكرك بيه بقى، فاهم؟ ده اللي انا كنت بفكرك بيه، ان الموت ام، صح كده؟ والهول لايف احنا فاهمين فاكرين الكلام ده عادي زي ما كنا، بطريقه الان وطريقه الام وكل حاجه عادي. لو كل حاجه دخلت في بعض حقك واحده واحده باذن الله سهله، مش عايز احلف لك بالله بس بجد سهله. هي بس عشان ضغطه الموضوع انت بس ايه بتتلخبط فيهم، لكن هم باذن الله انت لو مقفل قديم سهلين ان شاء الله. ليه؟ ليه زي ما قلنا انسى اللي تحت دلوقتي، افتكر هو احنا هول لايف كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكتب حرف واحد فوق، ان او ام. موت يبقى ام بس، ما كانش فيه بقى ايه حاجتين، صح؟ ام من اول 30 بس، وتروح معوض وتطلع الاجابه وشكرا. تاني معلش. اوكي، قال لك ليميتد والواي ب 20. اوكي، هتروح انت داخل على طول ايه، ان اي بي ليميتد، شكرا، ار في. على طول انا عارف ان دايما كل الحالات ان ماينس ان، ما عدا حاله واحده اللي انا فيها. لا هو حضرتك مش مركز، هي الحاله اللي انت كنت فيها خلصت خلاص. ايه ده بس كده؟ اه يا معلم، يعني ايه معلش براحه عشان انت كده بقى بص عمال تتوهني. الحاله الوحيده ان انت تبقى هول لايف، وفي الديس في الموت، واوردينري لو انت عايز تحفظها. بس لو انت عايز تفهمها، هي بالعقل زي ما قلنا، هي الحاجه الوحيده ايه اللي انا هفضل ادفع فيها. امال ايه المره دي اشمعنى؟ ايه الفرق؟ ايوه هو قال لك ليميتد، يعني انت هتدفع لمده معينه بس، يعني من ان 30 لحد ان سوري 50 بس، محدده ايه. احنا كلامنا واضح، لو عايزه بالفهم احنا قايلين طالما المده مفيش مده محدده، يعني مش يبقى هي ايه ان واحده محدده، يبقى ان ناقص ان بس. طب حفظ، قلنا زي ما قلنا بقى، هول لايف، موت، اوردينري، دي الحاله الوحيده اللي حضرتك تصمها، ان تحت ايه مفيش ان ماينس ان، الباقي كلها ان ماينس ان وشكرا. خلاص من دلوقتي مفيش تاني بقى الجو ده. طب نرجع تاني نفكر بنفس العقليه. انت قلت لي بعد ما بكتب تحت بنسى الحوار وبفتكر الطبيعي. بفتكر الطبيعي. قلنا هول لايف وموت، يبقى على طول هول لايف كنا بنكتب حرف واحد، موت يبقى ام بس، يبقى ام 30، صح كده؟ اوعى تغفلني بس، صح كده؟ شكرا. تحسبها وتطلع معاك الاجابه 484.7 ان شاء الله. بدأت تتوه مش حوار تاني، يلا بينا. بيقول لك بيرسون عنده 30 سنة اشترى انشورنس كونتراكت، حلو، ان مراته تاخد 100,000 لما يموت في خلال 20 سنة. هي الناس دي بيجي لها قلب تعمل كده ازاي؟
يعني ما بيخافوش اي حد يموتهم بعدها يعني ما. هي دي بقى اللقطات اللي في الافلام اللي احنا كنا بنشوفها ونبقى مش فاهمين هما بيموتوا بعض ليه. لو تعبت فعلا نريح وتعال. انا على قد ما اقدر بحاول ان احنا ما نسيبش اي فكره، بحيث نبقى لمينا لك الموضوع ونكرره لحد ما انت تظبط الدنيا ان شاء الله. طيب تعال نشوف. قال لك ordinary net annual premium يبقى ان اي بي او ار في على طول. خلاص احنا قلنا دايما ان ماينس ان ما عدا حاله واحده، يكون هول لايف اوف ذس. واحنا هنا فين؟ طب انا ماليش في الحفظ. اوكي تعالى ناخدها بالفهم. هو قال لك ايه؟ الفلوس دي هتتاخد امتى؟ لما تموت في خلال 20 سنة. يعني بالظبط، يعني هي متحددة، مش مش جو هول لايف بقى لحد الاخر، صح كده؟ يبقى هي متحددة. يبقى ما انت من اول 30 سنة لحد زود 20 كمان تبقى 50. بس هتفضل تدفع كل ده لحد ايه ما تبدأ بقى. لا هي دي فترة العقد عامة بتاعتنا. طيب كنت قلت لي انسى اللي تحت، صح؟ احنا اتفقنا انسى اللي تحت. كنت انت بتعمل ايه في الموقف ده؟ موت يبقى ام، ماشي. مدة متحددة ولا عامة؟ لا مدة متحددة، فيبقى ام ماينس ام. من وانا عندي قد ايه؟ من وانا عندي ايه؟ ها الفلوس دي ممكن 30 لحد 20 سنة كمان، يعني لحد ايه 50. دي ام ودي ان عشان محدش يشطب جاي لك اشطب دي مع دي تمام. بس فهتعوض بيهم وتطلع الإجابة وهكذا. تاني جيت قلت لك 15 payment قشطة، يبقى NAB limited، صح كده؟ R في هي كده كده limited، يعني مش محتاجة، هي N minus N كده كده لأن هي متحددة. طيب أوكي، كان عندك كام سنة؟ كان عندك 30 سنة قشطة. limited يعني إيه بقى؟ limited 15 يعني هتدفعها 15 مرة بس قشطة. يبقى أنا بنسى إن 30 بزود عليها 15 يبقى 45. دي اللي هي وكأنها x بلس y، بس اكن الواي اللي هي 15، صح كده؟ بس طيب كنت انت بتقولي بعدها انسى، وبنشتغل ام ناقص ام عشان اكنه سؤال لوحده، وكأنه قال لك انت عندك 30 سنة هتاخدهم بعد 20 سنة، فيبقى ام اللي هي 30 ناقص ام اللي هي 50. تعوض وتطلع الإجابة 446.73. بس تلاقي ان دي اكبر من دي. طيب نيجي لاخر حاجات ان شاء الله، اللي هي فكرة بقى الاندومنت انشورنس الميكستشر. لو ميكس، فاكر انت الحوار ده؟ تعال نفتكر واحدة واحدة. جاي بيقول لك بوليس التأمين لشخص عنده 30 سنة، فيها provides the following، يعني دي ما بدأش يسأل، هذا بيقول لك هي فيها كده. 100,000 لما يعيش عشان يوصل 50 سنة، و100,000 تانية لو مات قبل 50 سنة. فدي احنا كنا بنعرف كده ان هي متقسمة جزئين، صح؟ قال لك هات نت انيوال بريميوم، يعني ان اي بي، وسكت يبقى اوردينري، فيبقى ار في. احنا كده كده متفقين من قبل اي حاجة ان هي ان ماينس ان. احنا قلنا هي حالة واحدة بس، والحالة دي مش هي وش. هو كده كده واضح ان انت عندك 30 سنة والكلام لحد 50 سنة، فتحت دي ننساها خلاص. ماشي تعالى نفتكر بقى الجو القديم اللي فوق. فوق كنا بنقسمه نصين، لو فاكر الكلام كنا واحدة واحدة بنقول لنفسنا لا المسألة دي صعبة، لا كنا بنقول بالراحة تمسك الجزء الأولاني لوحده. هتاخد 100,000 مرة واحدة لو عشت ال50 سنة. ده كان أنهي واحد اللي بتاخد الفلوس مرة واحدة مش بتفضل تاخد فلوس؟ الوحيد اللي كون وانت عايش ده كان مين؟ كان الانداومنت، اللي هو كنت ساعتها بكتب ايه؟ الدي. لو فاكر كان هو الوحيد اللي انا بكتب فوق دي. ودي كانت ايه؟ كان دي اللي انا هاخد فيها الفلوس. انت هتاخد الفلوس امتى؟ عندك 30 سنة، بيقول لك امتى؟ لو عشت لحد 50 سنة. يعني ايه عند 50؟ كان ده بيبقى النص الاولاني زائد النص التاني. بيقول لك هتاخد 100,000 امتى؟ لو مت في خلال 50 سنة. مت يبقى ام فترة متحددة. ايه ده متحددة؟ بيقول لك من 30 سنة ل 50 سنة، يبقى ام ناقص ام. وانت عندك 30 لحد ال 50. انت جاوبتها بلسانك، لان هو بيقول لك امتى تموت قبل 50، وانت اصلا من 30 ل 50 بس، وتروح جاي رازع كل الحاجات دي وتطلع الاجابة. طب ولو جه قال لي 15 بيمنت، يبقى نفس الكلام اللي انت عملته، بس الفرق ان هي المدة تبقى مش لحد 50، انت هتدفع 15 مرة، يبقى لان ايه 45. يعني هنا هتبقى 58928، فتطلع معاك الإجابة 4965.33. بس هو ده الفرق عامة ما بين ده وده، إن هي إيه المدة كلها ولا عدد معين بس. تاني جيت قلت لك بوليس التأمين شخص عنده 30 سنة، بيقول لك فيها حاجتين. مش زودت لكم سؤال اهو ماشي. بيقول لك عندي حاجتين، أولا
هتاخد 200,000 لو ايه اللي حصل؟ لو عشت لحد ما يبقى عندك 50 سنة. والتانية، معلش انا فهمت الغلط، عمال اقول وانا زي ما كتبتش السؤال، معلش دخلت السؤال في بعضه، معلش. المهم، والتانية ان انت هتاخد 100,000 لو مت في خلال 50 سنة. طيب واحدة واحدة، انت عايز ال NAB ordinary. اوكي، كده كده انا عارف ان هي R، وكده كده عارف ان هي N minus N. وطالما ordinary الكلام لذيذ، اللي هو انا عندي 30 سنة لحد ايه 50 سنة، فدي خلصانة. اوكي، نطلع فوق بقى ونشوف كده الكلام تاني بالراحة. ايه متقسمة؟ فكنت انا باجي اشوف اقول هو ان انا اعيش، كنت بخلي بالي من حاجة واحدة بس عشان هي اللي بتختلف معايا في القانون ده بقى. لما تلاقي ان الجملة متقسمة حاجتين، حاجة وانت عايش وحاجة وانت ميت، تخلي بالك بس سنة واحدة في القانون، اللي هو في ايه؟ انك تبص للرقم. الرقم ده ان وانت عايش ضعف وانت ميت، يبقى تيجي عند الحتة وانت عايش وتضربها في 2. طب والعكس، لو انت ميت 2 يبقى تضرب عند ميت 2. هي فين وانا عايش بالراحة؟ جيت قلت لي ان شخص يعيش لحد ما يبقى عنده 50 سنة، تاخد مرة واحدة 200,000. دي كانت الحالة الوحيدة اللي بكتب فيها دي عند 50 سنة. هو قال لك 200,000 الضعف، يبقى انت تيجي هنا وتكتبها ايه؟ 2. يبقى 2 تايمز اهي، تايمز اهي دي 50. حلو، زائد 100,000 لو مت قبل 50 سنة، يبقى موت ومتحددة ما بين حاجتين اللي هي 30 و50. وزي ما قلنا خلي بالك بس ان 2 تايمز الدي الاول، يعني انت هتعمل دي تايمز دي وبعد كده ايه بلس بقى الحاجات التانية، تروح جاي طالعه معانا دي الاجابه ان شاء الله. طب والبيمنت لو 15 زي ما قلنا مش هيفرق معانا غير بس ان تحت بدل ما هي لحد 50 لا هنزود على 30 15 بس، ان هي متحدده بكده. شكرا. ونطلع اجابه مختلفه اللي هي هتطلع 9484.13 ده لو حد عايز يحسب. طيب جيت قلت لك بوليس التأمين، شخص عنده 30 سنة، 100,000 لو عاش، 200,000 لو مات. ملاحظ حاجة ولا لسه؟ يبقى ال NAB O R في N ناقص N من الأول لحد الآخر. فوق بطلع أفكر، طالما متقسمة نصين يبقى أنا عارف إن نص دي ونص M ناقص M. حلو كده؟ تمام، على الأقل من قبل الكلام. بس ببص للأرقام، قلنا دي الحاجة الوحيدة اللي ببص عليها. وأنا عايش أقل ولا وأنا عايش أكتر؟ يعني وأنا عايش 100,000 وأنا ميت الضعف، يبقى أنا هاجي عند الميت وأعمل إيه؟ الضعف. بس ريح دماغك بالطريقة دي. يبقى وأنا عايش إمتى؟ لو أنا عشت لحد ما يبقى عندي 50 سنة، وأنا ميت لو مت ما بين 30 ومت ما بين 50. ساعتها هتعوض تلاقي 4337.39. طب جه قال لي لا 15 payment، يبقى انت ساعتها هتيجي تغير اللي تحت، بدل ان 50 زود 15 تبقى ان 45. انا عارف ان يمكن الموضوع لخبط شوية، بس ان شاء الله لما تقعد تطبق انت دلوقتي واحدة واحدة هتلاقي الموضوع بسيط ان شاء الله. وعلى سبيل التجميع السريعة احنا نفتكر حاجات بسيطة. NAB يبقى انا عارف ان تحت n ناقص n ما عدا حالة واحدة بس، لو قال لي whole life وكانت في الدس وكانت اوردينري. اللي اوردينري اللي هي ايه؟ مش اوردينري وديو، اوردينري اللي هي ايه؟ انك هتفضل تدفع لحد اخر العقد. هي دي الحالة الوحيدة اللي هتبقى ان اكس بس، غير كده كلها ان اكس ماينس ان اكس بلس ام او ان او واي بس، فاهم؟ على حسب طبعا السؤال. ولو عايز تبقى انت عارف امتى ام وامتى ان وامتى واي، هو دايما اعتبرها ان، ده اول جزء. طيب وواي امتى؟ واي لو ليميتد سهله، امال امتى ام بقى؟ دايما ام، دايما ام في حالات اللايف انيويتي كلها، هول بقى وتمبراري والحاجات دي كلها، ما عدا طبعا زي ما قلنا ايه في الليميتد. لكن في الموت، في الموت كلها ايه؟ ان، مفيش ام. طبعا ده بنتكلم ايه لو جو ان انت فارق معاك الحاجات دي. طيب زي ما احنا متعودين بنكتب دي في الانداومنت بس، غير كده بنكتب ان. لو هول بكتب ان بس، طبعا بتكلم على اللايف. لو هول بكتب ان بس، اي حاجة تانية بكتب ان ناقص ان. ودايما مش بتزاول هنا وهنا غير في حالة واحدة بس اللي بتزاول فيها، اللي هي ايه؟ الاوردينري. الانيويتي نفسها بقى تكون اوردينري، تمام؟ مش طريقة البيمنت، الانيويتي نفسها تكون اوردينري. ساعتها كنا احنا بنقول ايه؟ لو دي 45 تكتب انت هنا ايه؟ 44 على طول، تروح انت عارف كده.
تمام. لو هنا هي 47 تكتب هنا 46، المهم تبقى هي ايه اقل منها بواحدة. طيب وفي الموت قلنا موت يبقى ام، هول يبقى ام بس، متحددة يبقى ام ماينس ام شبه ما كنا بنعمل عادي. طيب لقيت ان هي ميكس، ان انا عايش وميت، يبقى دي وام ناقص ام على طول من غير ما تفكر، هي بتبقى كده. يا اما بتبقى دي بلس ام ماينس ام لما تبقى اوردينري، اوردينري اللي هي بقى عادي، اوردينري انداومنت. انت عندك اوردينري بيمنت واوردينري انداومنت وعندك اوردينري انيويتي عشان تبقى انت مفرق بس الاسامي. البيمنت دي اللي هي اللي احنا كنا عاملين عليها الحوار كله، اللي هي ايه، انك تفضل تدفع لحد الاخر، تفضل تدفع مدة العقد نفسه. الانيويتي هي دي اللي كانت بتزاولنا، اللي هو في الاخر اللي هي دي وهي وديه، فاهم، اللي هي تدفع في الاول، هتاخد في الاول ولا في الاخر، تاخد في الاول ولا في الاخر. فهي دي معناها ايه الانيويتي. الانداومنت ان هو ان انت تبقى لو عشت هتاخد 100,000، لو مت هتاخد 100,000، ان هما الاتنين يبقوا قد بعض. فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لو الاتنين قد بعض يبقى دي وام وام، لو الاتنين مش قد بعض، لو انك تعيش اكتر الضعف يبقى 2 دي، لو انك تموت اكتر يبقى 2 ام ماينس ام. اتمنى كده نكون لخصنا اهم الحاجات، ويا رب يكون فعلا كل ده بيسجل يا رب. وطبعا لو حاجه ما فهمتوهاش زي ما قلنا احنا مع بعضينا على الواتساب، ابعته لو انت مش في الجروب ادخلك الجروب نفسه، بحيث لو عايز يسال في حاجه ياخد راحته. وما تنسوش الدل على الخير كفاعله، ربنا يستخدمكم في مساعده غيركم كده. وان شاء الله في الصيف كده تبقوا تجربوا مواضيع اللي هي الحاجات التطوعيه شبه رساله وغيرها، هتتبسطوا باذن الله جدا يعني عن تجربه يعني. ربنا يوفقكم كل خير. طبعا اللي عايز ينصحني باي حاجه ياخد راحته، وادعوا لنا كده ايه نتجمع في كل خير دنيا واخره ان شاء الله. ربنا يجمعنا في اقرب مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش من دعاك وكده، ربنا يهدي الواحد ويصلح حاله. السلام عليكم.